آدا وونغ وين اختفت ووين راحت؟ آخر ظهور لها كان بريزنت ايفل 6 خلال أحداثه أو أحداث هذا الجزء تقع ب 2015، لكن ما شفنا لها أي شيء، ما شفنا لها أي ظهور، وكان من المفترض أن تظهر بريزنت ايفل فيليج 8، لكن هذا الشيء تم استقطاعه وراح وما شفناه ولغته كابكوم. اليوم راح نشرح عن موضوع اختفاء آدا وونغ وين راحت وشنو السبب اللي ما ظهرت لحد هسه، وراح تكون فترة اختفائها ما يقارب ل10 سنوات من 2015 إلى 2025، وهماتين راح نشرح عن دورها اللي بريزنت ايفل فيلج وشلون التقت ويا ايثن وشلون دار حوار بيناتهم وشلون انقذته، بس هذا الشيء كابكوم لغته من اللعبة وما شفناه. اسمي محمد، هاي قناتي الرئيسية الخاصة بعالم الألعاب، قناتي الثانية الخاصة بالتختيم، تختيم ألعاب الرعب بريزنت ايفل، موجود الرابط مالته بصندوق الوصف، ويلا نبلش بالمقطع. شحنة. اي شلونكم، شخباركم شباب؟ يا ولد سويت مقطعين سابقات عن سبب اختفاء ليون طول هاي الفترة، ووين ليون موجود حاليا راح اخليكم اياه فوق بالكاردز، راح يظهر لكم اذا تريدون تشوفوه. وهماتين سويت مقطع ثاني عن جيل فالنتاين وسبب اختفائها ووين راحت، هماتين راح اخليكم اياه فوق بالكاردز اذا تريدون تحبون. ومقطعنا اليوم راح يكون عن سبب اختفاء آدا وونغ ووين راحت ووين اختفت وشنو الموضوع او شنو الشيء اللي صار وياها. وهذا مقطعنا وين آدا وونغ مختفية. مثل ما قلت لكم آخر ظهور لآدا وونغ كان بريزنت ايفل 6، من بعدها كانت كابكوم مخططة ان تظهر وان نشوفها بريزنت ايفل 8 او اضافة ريزنت ايفل 8 اللي هي تكون عبارة عن دي ال سي ينزل وراح نلعب وراح نشوف آدا وونغ هناك. طبعا حسب الصور اللي شفناها واللي ظهرت، آدا وونغ كان من المفروض ان تدخل على ايثن وتنقذه لما يتم خطفه من قبل هايزنبرغ وياخذ اللقاء اللوردات الأربعة بالإضافة إلى ميراندا، بالضبط مثل ما تشوفون قدامكم بهذا المقطع. هنا المفروض آدا وونغ تتدخل، وطبعا هاي الكلمات مكتوب عليها باللغة اليابانية، فأني ترجمتها وشفتها قبل لا تدخل وتنقذ إيثن. راح يصير قتال بين هايزنبرغ وبين الليدي ديمتريسكو، وأعتقد راح يصير قتال ويا الليدي بينيفينتو، واحد من ذني الشخصيات يحاول أن ياخذ إيثن. طبعا قتال بيناتهم، هايزنبرغ راح يرمي المطرقة على واحدة من الشخصيات واللي يعتقد هي الليدي ديمتريسكو، باعتبار يعني أكثر شيء يكرهها ويضوج من عندها. فراح نشوف بالصور اللي موضحة قدامكم، طبعا أنا ترجمتها، وراح يعني يدمر جزء من الكنيسة اللي موجودة هنا. آدا وونغ راح تستغل الوضعية وراح تستغل هذا الشيء اللي صار، وراح تدخل وتنقذ إيثن وراح تقول له اهرب، هو يعني مشبك بيده السلاسل. لكن هذا الشيء تم إلغائه من قبل كابكوم وشالوا جزئية أيدا كلها ووخروها على صفحة. كان من المفروض أن نشوف هذا الشيء بالقصة الرئيسية، يعني هذه اللقطة مالتهم، بالإضافة إلى قصة أو شلون تقولون منظور آدا وونغ من لعبة ريزنت ايفل فيلج، شلون دخلت للقرية وشلون تسللت. طبعا هاي الصور قدامكم راح تدخل لهم وراح تتسلل على شكل طبيب، والطبيب بذاك الوقت كان يلبس هذا القناع مرض الطاعون، فهذا القناع كانوا دائما يلبسوه حتى يكونون يعني شلون تقولون ماكو التماس مباشر بين المريض وبين الطبيب، مو مثل ما تعرفون مثل هسه الطب اتطور واكو كمامات. فذاك الوقت هذا المنقار حتى يمثل المسافة البعيدة بين المريض وبين الطبيب وما يصير مواجهة مباشرة ويتمرض ويطخ بيه. طبعا هنا مثل ما قلنا آدا وونغ كان من المفروض ان ينزل لها دي ال سي خاص بها، دي ال سي شلون تدخل للقرية وشلون تحقق بالموضوع وشنو اللي صار، وهماتين تاخذ عينة من البلاقة اللي موجودة بسبب انه اكو منظمة تشتغل وتدزها حتى تعرف هاي الامور كلها. بس هنا مثل ما قلنا كابكوم لغت هاي الفكرة، لغت هاي الوضعية وانتهت، وما نعرف شنو الشيء اللي صار بها. طبعا هذا راح يؤدينا الى احتمالين، واحتمالين كلش قويات بان يصيرن. الاحتمال الاول يا اما راح نشوفها بريزنت ايفل 9 راح تظهر وراح نشوف شنو اللي صار وياها وشنو الموضوع، يعني الامور اللي مرت بيها من خلال احداث ريزنت ايفل 6 من 2015 الى احداث ريزنت ايفل 9 اللي تكون احتمال 2025، فتكون الفترة الطويلة اللي مضت على اختفائها ما يقارب ال10 سنوات. او هذا الاحتمال الثاني راح نشوفها من خلال ريزنت ايفل الفيلم اللي راح يظهر اللي هو ديث ايلاند، اللي راح ينزل خلال شهر السابع يوم 7، يعني تاريخه 7/7/2023 راح ينزل هذا الفيلم. واحتمال نشوفه لأن معظم شخصيات السلسلة أو أبطال السلسلة
موجودين، واللي لاعب أجزاء السلسلة سابقًا واللي يعرف أي جزء يظهر بيه ليون تظهر ويا آدا وونغ. يعني Resident Evil 2 ظهرت ويا آدا وونغ، Resident Evil 4 ظهرت ويا آدا وونغ، Resident Evil 6 ظهرت ويا آدا وونغ، حتى الأفلام الCGI اللي سووها هماتين ظهرت ويا آدا وونغ ويا ليون. فاحتمال كلش كبير واحتمال قوي، وبالنسبة لي أنا أشوفه الاحتمال المرجح إنه نشوفه خلال أو فشي بسيط، يعني مقتطف بسيط خلال أحداث Resident Evil Death Island، الفيلم اللي راح ينزل يوم 7/7/2023. المهم هاي المعلومات اللي متواجدة عن آدا وونغ، المعلومات اللي حبيت أعرفها وأشاركها وياكم، بما أن احنا نغطي سلسلة Resident Evil بشكل عام وبقية الألعاب بشكل خاص. وهذا موضوع صار لي فترة أبحث وأدور إلى أن عرفت هذا الشيء وحبيت أشاركه وياكم. المهم شباب، أيد هذا المقطع يشارك ويوصل لأكبر عدد من الناس، لا تقصرون بالدعم والنشر، وألقاكم مقطع فيديو جديد وأسرار جديدة من Resident Evil. أقول لكم في أمان الله. Nothing like fresh American ground beef! Too close.